السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم الفيديو في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. رانا في موسم البرد ونحتاج دائما حاجه سخونه وتكون بنينه. وصفه اليوم وصفه عدس اكسبريس بطريقه جد سهله، يجي بنين عسل اللي تخلي فيه واحد الريحه واحد البنه بسم الله ما شاء الله. خاصه للمبتدئات، اذا كنتي اول مره راح تجربي العدس وبغيتي طريقه تجي سهله وبنينه وتحضريه في وقفه، جربي لي هذه الوصفه وصدقيني اللي ذوقوا عندك راح ينبهر من الذوق تاعو. قبل ما نبداو الفيديو صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. نتمنى تخلوا لي هذاك الجنب وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، واذا اول مره شفتوا قناتي وعجبتكم وصفاتي فعلوا الجرس واشتركوا فيها حتى توصلكم كامل الوصفات السهله والاقتصاديه. ونبداو على بركه الله بطريقه التحضير. وانا خياتي راح نجيب كميه من العدس على حساب عدد افراد العائله. اذا كنتوا شريتوه تاع الميزان راح تنقيوه كامل من هذيك الحبيبات الصفوره، واذا تاع الباكي يعني يجي نقي. هنا راح نجيبوا الكميه نديروها في باسينه وراح ندير عليه ماء تقريبا يكون سخون، وراح نخليه من 5 إلى 10 دقائق. انا خياتي كاين اللي ما يغسلش العدس تاعو ويخليه بالقشور. شوفوا هما القشور صح فيها فوائد وفيها فيتامينات، لكن اللي يعانوا من الكولون ولا المعده ولا عندهم زعما الكليه اللي ما يقدروش ياكلوه العدس بالقشور تاعو لانه راح يضرهم. لهذا انا نتفادى كامل هذو ونحب نقشر العدس تاعي ونغسله مليح حتى نحيل القشور هذوك اللي تضر المعده، لا يعني راح نتفادوهم كامل. وانا خياتي راح نغسله كامل حتى نتحصل عليه بهذا الشكل، يعني راح نحيله كامل القشره هذيك تاعو يبقى فقط الحب. هنا العدس تاعي راه واجد. مباشره راح نحضروا طريقه الثانيه. وانا في كوكوت ولا قدر ولا اللي متوفر عندكم راح ندير ملعقه كبيره من المارغرين وكميه من الزيت. شوفوا هنا كانت عندي قطعه من اللحم قطعتها كامل قطع صغيره وراح نقليها جيدا. تقدروا تستغنوا كامل عليها وتقدروا تديروا دجاج ولا تقدروا تطيبوه بدون لحوم، يعني لكم الاختيار ولا اللي متوفر عندكم في الدار. راح نضيف حبه بصل كبيره نقليها مع هذاك اللحم. انا اعتذر على الصوت تاعي يعني شويه مقريبيه لهذا الصوت تاعي راه مبحبح، اعتذر منكم. وانا خياتي راح نضيف عليه حبه طماطم نحيت لها الزريعه ورابيتها، ونضيف عليها فص تاع ثوم هكذاك، يعني ما راحش نرابيه ولا نخليه هكذاك. راح نضيف عليه كميه خليط من القزبر والمعدنوس كميه لا باس بها، ونضيف عليه التوابل. هنا عندي ملعقه كبيره من الملح، فلفل اسود، عكري يعني فلفل حلو، توابل العادية، وكمية قليلة حوالي ملعقة صغيرة من الكمون. نضيف عليها ملعقة صغيرة من الطماطم المصبرة، راح تضيفوا ملعقة صغيرة فقط، يعني ما تكبروش الكمية تاع الطماطم المصبرة لأنه راح نحتاجوها فيما بعد. راح نقليوه جيدا. بعد ما يتقلى راح نجيبوه العدس تاعنا باش نزيدو نقليوه مع الخليط تاعنا ويدي كامل هذيك البنة تاع اللحم والبصل والطماطم. هنا شوف العدس تاعي كيفاش راه يبان بعد ما نحيت له كامل القشور هذوك. وانا صدقوني خياتي على بالي بلي راح تقولوا لي القشور فيهم بزاف فيتامينات، راح نعاود ونكرر صح القشور فيهم فيتامينات، لكن كاين بعض الحالات اللي ما ياكلوش العدس بالقشور تاعو، لهذا انا دائما نتفاداهم. وانتم خلوا لي في التعليقات اذا تخلوه بالقشور ولا بلا قشور. هنا خياتي راح نكمل نقليها جيدا، راح نغطي عليها ونخليها حتى تتقلى على نار تكون قليله. بعد ما تقلت لي مليح ووصلت لهذه المرحله يعني البصل تاعنا داب والعدس طاب كامل في هذيك العصاره تاع اللحم، بعدها راح نجيب حبه جزره تكون كبيره مقشره وحبه بطاطا تكون كبيره كذلك مقشره ومقطعه على زوج. راح نجيبوا ماء سخون ضروري يكون سخون، وراح نمرق الخليط تاعنا ولا العدس تاعنا حتى يتغطى تماما. نضيفوا وريق قرند وهاوليك العدس تاعنا ساهل، يعني في دقيقه راح تحضروه ما يديلكمش كامل الوقت. راح نغطيو عليه ونخليوه حتى طيب جيدا. بعدها هنايا الخلطه هذه صدقوني اذا جربتوا العدس بهذه الطريقه راح تضيفوا له هذه الخلطه، راح تضيف له واحد البنه واحد الريحه بسم الله ما شاء الله. صدقوني انايا كنت نجرب العدس بالطريقه التقليديه، لكن بعد ما نصحوني به صدقوني لقيت فرق بزاف نكهه العدس. هنا راح نجيبوا هذيك البطاطا والزروديه اللي كنا رميناهم في الاخير، راح نديروهم في ريسيبيو ولا في الطاس هذا تاع الميكسور.
راح نضيفوا عليهم الثوم. هنايا الثوم هذيك اللي ضفناها في العدس مع الاول، بعد ما تطيب جيدا تحاولوا تضغطوا عليها بالفرشاة راح تذوب ذوبان، يعني ما راح تلقاوها كامل. راح نجيبوا فص تاع الثوم، كمية من قزبر ومعدنوس كمية قليلة، وراح نميكسيوه جيدا، يعني راح نرحيو مليح الخليط تاعنا. تقدروا تستعملوا الميكسور ولا الاشوار، يعني اللي متوفر عندكم. بعد ما ميكسيته مليح راح نضيف ملعقة صغيرة من الطماطم، وراح نضيف ملعقة صغيرة من التوابل، يعني راح نزيدوا له نكهة على النكهة اللي درناها من قبل. راح نميكسيوه مليح، والخليط تاعنا راه واجد. صدقوني اذا جربتوا هذا الخليط في العدس تاعكم راح يزيد له واحد البنه بسم الله ما شاء الله. وهنا العدس تاعنا راح نضيفوا له مباشره هذيك الخلطه ونحركوه، ونضيفوا له هنايا فلفل حار راح يطلق له هذيك البنه وهذيك الريحه الشابه. وانتم لكم الاختيار، يعني تقدروا تضيفوه تقدروا ما تضيفوش، لكن هذا الحار يزيد له بنه. وهو العدس تاعنا راه طاب معايا، شوفوا بسم الله ما شاء الله، تجي فيه واحد البنه واحد الريحه صدقوني ولا اروع. بالنسبه للعدس كاين اللي يحبه خفيف، يعني يجي القوام تاعو خفيف، وكاين اللي يحبه يجي ثقيل، يعني هذه تبقى اختياري وتبقى لكم انتوما. انا نحبه يكون بهذا القوام، يعني ما يكونش خفيف ما وما يكونش ثقيل ما تقدروش تاكلوه، يعني يكون في المتوسط، يكون بين وبين. وهو العدس تاعنا راه واجد، واحد الريحه تعبق، يعني واحد الريحه بسم الله ما شاء الله، واحد الذوق ولا اروع. صدقوني الوصفه هذه بنينه بسم الله ما شاء الله. رانا في موسم البرد، الجسم تاعنا يحتاج لحاجه سخونه وتكون مغذيه وبنينه في نفس الوقت. لهذا صدقوني اذا جربتوا الوصفه هذه راح تنبهروا في النتيجه. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. مشاهده ممتعه للفيديو، نتمنى تدعموني بالبارطاج والجيم، ربي يفرحكم، ونتمنى تجربوا هذه الوصفه لان صح وصفه تستحق التجربه. مشاهده ممتعه، دمتم في رعايه الله وحفظه.